السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. وكيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي ندير وصفه ديال لي كوكلي. هاد الطبق هذا كان اقتراح في احدى التعاليق ديال واحد السيده اللي قالت لي دير لنا لي كوكلي معمرين، ولقيتها فرصه لان الصيف هذا والناس كتحتاج وصفات سريعه وفي نفس الوقت لذيذه، وكتشجع حتى الوليدات الصغار باش ياكلوها. لهاد الوصفه غادي انا احتاجيت هنا 5 ديال لي كوكلي. هنايا نتوما على حسب العدد الافراد اللي عندكم وعلى حسب المتوفر عندكم. بالنسبه للتوابل غنحتاج الفلفل الحار، هذه السودانيه كيف كنقولوا حنايا. غنحتاج المعلقه صغيره ديال الفلفل الحار، معلقه صغيره ديال الثومه بودر، معلقه صغيره ديال البصله بودر، والملحه حسب الذوق بطبيعه الحال. في البدايه غادي نستعملوا غير نص ديال الكميه، يعني نص معلقه صغيره باش غادي نرقدوا الكوكلي ديالنا. ايضا غنحتاج واحد القبيصه ديال البسيبيسه، شويه ديال الابزار حيت عندنا الفلفل الحار، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم عرق. غنحتاجوا نص حامضه، العصير ديال نص حامضه، غادي نمعسوها غير بيدينا او عصروها ماشي مشكل. هاد التوابل هادو الاول كبدايه كيف قلت غنستعمل غير نص ديالها باش غادي نرقد عندي الكوكلي ديالي باش غادي ندهنو ونخليه تقريبا انا خليته ليله يبات. ايضا غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال السمن. هنايا بالنسبه للسمن حسب نوعيه السمن، كاين بارفوا السمن اللي كيكون حار باش ما تجيناش البنه ديال السمن طاغيه على العطريه، غادي نستعملو غير نص معلقه. اما بالنسبه لي انا هذا السمن ديال الدار يعني ما حارش بزاف، استعملت معلقه صغيره. غنحتاجو 2 معالق ديال زيت الزيتون بيان سور، معلقات صغار، 2 معالق صغار. هنا معلقه ديال صوص صوجا، الا ما عندك صوص صوجا ممكن ديري غير تزيدي الكميه ديال الحامض. العود معلقه صغيره ديال الصوجا، غادي نزيدو واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وغادي نضيف 2 معالق صغار ديال كريمه الطبخ. او الا ما عندكش كريمه الطبخ ممكن ديري معلقه صغيره ديال ياغورت طبيعي. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعض حتى ما يبقاش لينا داك السمن مدير، يعني تيذوب السمن. كنخلطو مزيان صافي، ودابا كنجيبوا الكوكلي ديالنا وكندهنوه مزيان من الجوانب ديالو. يعني كيف كتشوفوا راني كندخل هاد الخلطه هذه كندخلها مع الكوكلي مزيان تحت الجلد ديالو في الجنيبات ديالو، وكنخلي كيف قلت هاد الكوكلي من الاحسن انه يبات، لان كيف كتعرفوا الدجاج قد ما بات يجي لذيذ، كيشرب العطريه مزيان وكيجي لذيذ. ما كانش ممكن انه كنتي زعما مزروبه ممكن تخليها واحد ساعه المكانه، واحد ولا ساعتين حتى يترقد مزيان وعد طيبيه. وكيف قلت لكم انا خليته في الثلاجه حتى الغد عاد استعملته. هنا بالنسبه للحشوه غادي نستعمل واحد الباكيه ديال الفيرميسيل شعريه الصينيه، 2 معالق ديال الجبن فرماج بيض كيف ما كان النوعيه اللي عندك، 100 غرام ديال الشامبينيون، 100 غرام ديال الكروفيت، 100 غرام ديال الموتزاريل او فرماج احمر على حسب المتوفر عندك. وهنا التوابل اللي بقات ليا غادي نستعملها يعني نصف معلقه من كل العطريه اللي عندي غادي نستعملها في الحشوه. هنا غادي نحتاج واحد 50 غرام ديال الزيتون مقطع. هادو هما المكونات ديال الحشوه. صراحه هاد الحشوه هذه كتجي لذيذه وكتجي زوينه، يعني شكل ثاني ديال الحشوه ديال الكوكلي. هنا خديت مقيله عندي، حطيت فيها واحد تقريبا 2 معالق ديال كبار ديال الزيت البلديه. درت هذاك الشامبينيون ديالي حتى دبل، عاد ضفت عليه الكروفيت مع التحريك طبعا، والبوطه كتكون مهيله شي شويه باش الكروفيت كيطلق ديك الميه ديالو يطيب فيه كيجي لذيذ. هنا غادي نضيف التوابل اللي بقات ليا كلها، يعني نصف معلقه صغيره من كل نوع ديال التوابل.
صافي غادي نخلطهم مزيان باش المكونات تاخد ليا ديك التوابل وتستافد منها. نخلطها مزيان. مع التحريك طبعا باش ما تلصقش ليا. هنا غادي نضيف هذيك الفيرميسيل بعد ما درتها في الماء طايب وخليتها حتى رطبت مزيان. غنضيفها لهاد الكروفيت وهاد الشامبينيون، وغادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال صوص صوجا. ايضا غادي نضيف الزيتون عفوا. هنا الملحه علاش ما كنستعملهاش بزاف، لان ديجا عندي الصوجا مالحه، عندي الجبن اللي ضفت دابا مالح، عندي الزيتون مالح. دونك هنا كنحاولوا نقصوا شويه الملح، يلاه كتجي متوله وكتجي زوينه الخلطه. والجبن ما كنضيفوه حتى كتنشف لينا مزيان الخلطه، يعني داك الماء ديال الكروفيت وهذا كينشف مزيان، عاد كنضيفوا هذيك الجبن ديالنا مع التحريك طبعا باش ما يلصقش لينا. وكيف كتشوفوا معايا راه التعليكه بانت ديال الحشوه كتجي معلكه. وعاد غادي نضيفوا عليها الموتزاريل حتى هي كتزيدها في التعليكه وكتزيدها لذه. صراحه هاد الخلطه هذه كتجي خطيره وكيجي الكوكلي لذيذ بزاف واحد الدرجه ما كتصورش. بعد ما وجدت الخلطه وخليناها بردات شي شويه، غادي ناخذ الكوكلي ديالنا وغادي نعمروه بهاد الخلطه هذه. غنحاولوا نعمروا الكوكلي ديالنا مزيان. صراحه هاد الوصفه نتمنى انكم تجربوها لان جات فنه، جات غزاله. كيف قلت لكم غادي نعمروا هاد الكوكلي وغادي نسدوه سواء بالكوردون سواء نديروا ليه خيط. انا كندير هاد لي بيك هادو هما عندي كنسد بيهم باش ما يتحلوش لينا وما تخرجش لينا الخلطه ملي كيكونوا يطيبوا. غنستمروا هكا وفي الاخير غادي نستفوهم في اللاطه وغادي ندخلوهم للفرن. غنغطيوهم بالبابي سولفوريزي من الفوق، غنفرشوا في اللاطه بابي سولفوريزي من التحت، وغادي نغطيوهم ايضا بالبابي سولفوريزي وغادي ندخلوهم للفرن على درجه حراره ديال 200 درجه حراريه، وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم مده ديال واحد 45 دقيقه. وفي الوقت اللي غادي يكون كيطيب فيه الكوكلي غادي نوجدوا السلطه المرافقه لهذا الطبق هذا. غنحتاجوا كيف كتشوفوا معايا راني احتاجيت الباربه، اللوبيا، الخيزو، الإبلي. يعني هنايا بالنسبه للسلطات على حسب الذوق ديالك، اللي بغيتي توجديه كسلطه معها ممكن توجديه. هنا انا وجدت سلطات خفاف ساهلين، يعني هنا انا سلقت الخضره، سلقت إبلي، سلقت كل شيء. غادي نبدا التحضير ديال إبلي كيف كتشوفوا معايا راني درت معاه واحد العلبه ديال الطون بعد ما سلقته بالماء وشويه الملح وواحد نقيطه تاع الزيت باش ما يلصقش. ضفت ليه الطون، ضفت ليه شويه الزيت، شويه الخل، شويه ديال الربيع اللي ديجا انا مقطعاهم وجداه. غادي نضيف المايس، شويه ديال البصله اللي ديجا انا موجداها مقطعه ايضا. هنا شويه المايونيز كتبقى الكميه ديالها على حسب الذوق ديالك. هنا ضفت شويه لافوكا وشويه الملح صافي وغادي نخلط هادشي. وعفوا راه كنضيفوا حتى شويه الحامض. هنا خديت خيزو بعد ما خلطت إبلي خليته دو كوتي. غادي نحضر السلطه ديال خيزو كيف كتشوفوا راني سالقه ومقطعاه دي طرونش. غنضيف حتى هو ليه شويه البصله، شويه الثومه اللي انا موجداها حتى هي مهروسه يعني طاحناها. ضفت ليه ايضا شويه الزيت البلديه وشويه ديال الخل. هنا الربيع راه القزبر والمعدنوس بطبيعه الحال. هنا غنضيف واحد القبيصه ديال البزار وغادي نخلطها حتى هي ونخليها دو كوتي. ماشي كنخليهم دو كوتي يعني هذا كنحطهم في البلاطو، يعني كنستفهم في البلاطو، لان كيف الخضره كنوجدوها كنحطوها في البلاطو باش ما تطلقش لينا الماء، لان هنا ديجا راه قريب الدجاج عندنا يوجد. هنا بالنسبه للبطاطا حتى هي نفس الشكل.
غادي نضيف ليها شويه القزبر المعدنوس، شويه البزار، شويه الخل، شويه الحامض، شويه زيت بلديه، شويه الابزار وشويه ديال الكمون. ايضا هذه كنضيف ليها شويه الكمون صافي، وكنخلطها حتى هي وكندريسيها في البلاطو. الدريساج راه حتى الاخر وغادي تشوفوه. هنا اللوبيا نفس الطريقه، حتى هي غندير لها شويه الحامض وشويه الثومه وشويه الابزار، شويه البصله، شويه ديال الربيع، الزيت بطبيعه الحال، الخل، شويه الابزار بطبيعه الحال وشويه الملحه. وغادي نخلط المكونات تاني، غادي نخلطها صافي وغادي ندريسيها حتى هي في البلاطو. وكندوز كنحضر البروكولي حتى هو بنفس الطريقه، يعني كنضيف شويه البصله، شويه الثومه، شويه الحامض، شويه الملحه. ايضا كنضيف تقريبا 2 معالق ديال الزيت البلديه صغار. وبالنسبه للخل كنضيفو يعني تقريبا معلقه كبيره او معلقه ونص، لانه هو كيبغي يكون شويه محمض صافي. وغادي نخلط المكونات وغادي حتى هو ندخلو للبلاطو. هنا بالنسبه للباربه راني قطعتها طريفات صغار كيف كتشوفوا معايا صافي. غادي نضيف ليها حتى هي نفس الشكل، الثومه، الابزار، الملحه، شويه الزيت البلديه، شويه الخل، شويه البصله، شويه الربيع. وغادي نخلطها غير هي والحامض بطبيعه الحال. غير هي بالنسبه للدريساج راني كنحطهاش ديريكت في البلاطو، لان كندير لها طويسات باش ما تجلخش ليا البلاطو، ما يتجلخش ليا لا سالاد صافي. هنا بعد ما كملت لي سالاد ديالي، هنا رجعت للكوكلي ديالي. ها هو كيف كتشوفوا راه طاب محمر وطاب غزال، يعني بلا ما تحتاجي تعاودي تقلبي ولا هذا، لان الفران كنشعلوه من الفوق لتحت. وهذيك البابي سولفيغيزي كيحميه من الفوق يعني وكيعطيه هذيك اللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. صراحه نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، لانها فعلا لذيذه وسهله في التحضير، يعني ما عندهاش شي مكونات كثيره. وبالنسبه لفصل الصيف هادشي اللي كنبغيو، يعني لي سالاد وكنحتاجو غير لهادشي اللحم مشوي او الدجاج بحال هكا طايب او مشوي في الفران. يعني صراحه نتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها راكم غتوليو مدمنين عليها من كثره البساطه ديالها ومن كثره اللذه ديالها. وكيف ديما الا جربتوها خليو لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم الوصفه ديالي. وما بقى لي دابا الا نودعكم والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.